تمام. احنا هنا بنتكلم في تحليل البيانات، مش حاجه قائمه بس. لا، دي حاجه مرتبطه بدومينز كتير جدا. انا ما ينفعش ان انا اتعلم تحليل البيانات لوحدها كده وابتدي ان انا اشتغل في اي دومين بدون ما يكون عندي كمان خبره في الدومين ده. يعني على سبيل المثال، الداتا اناليست ممكن في الماركتنج يعمل ايه؟ في الماركتنج هو يحلل الداتا بتاعه الكامبينز مثلا اللي اتعملت قبل كده، وده بيسمى بالبرفورمانس ماركتنج. ازاي استخدم الداتا دي بان انا احللها واطلع منها معلومات معينه تخليني بفكر بشكل افضل وانا بعمل كامبين جديده. كل ده اللي بيعمله الداتا اناليست او يكون ماركتير فاهم في الداتا اناليست. المجال المبيعات، يعني الداتا اناليسيس طبعا بتلعب دور كبير جدا في الحته دي. انا عايز مثلا احلل المبيعات بتاعتي عامله ازاي خلال فتره زمنيه معينه. عايز اشوف الريتنشن ريت او البيرشيسنج فريكونسي، يعني كل عميل بيجي لي بيشتري مني كم مره خلال فتره زمنيه معينه. كل الكلام ده بيقوم بيه محلل البيانات، وبالتالي بيصدر قرارات او بيقترح قرارات معينه تاخدها الشركه او المؤسسه عشان تحسن المبيعات بتاعتها فيما بعد. وطبعا اشهر تطبيق في تحليل البيانات هو الماليه او الحسابات او الفاينانس. وده طبعا فيه بقى مجالات كتير جدا في ان انا ازاي اعمل اناليسز للكاش فلو، ازاي ابريدكت بقى الريسك. وطبعا داخل فيه مش بس تحليل بيانات، ولكن داخل فيه الاي اي بشكل كبير جدا، والتعامل مع التايم سيريز اناليسز بشكل واسع. مجالات كتير جدا، يعني غير كل ده مثلا عندنا الاتش ار، عندنا الهيلث كير، عندنا الاديوكيشن. فانت اصلا اي وظيفه ممكن تتحط فيها في حياتك هتلاقي نفسك، لو انت داتا اناليست هتلاقي نفسك بتعمل امبروفمنت في المكان اللي انت فيه. خلاص، احنا مش هنطول كتير في حته التيبل دي، احنا هندخل على طول عشان الوقت ضيق. هندخل على طول على اللايف سايكل بتاعت تحليل البيانات. ده كويس. قبل ما نبدا باللايف سايكل دي، هو ده ملخص تحليل، يعني الفلو تشارت بتاع تحليل البيانات كله. ولكن الغرض من السلايد اللي فات ان انا بقول لك انك تتعلم تحليل بيانات لوحده، وتتعلم تولز زي الاكسل وباور بي اي وبايثون وسيكوال، وان انت تعمل داشبوردز. ده كلام جميل جدا ولازم تعمله، ولكن مش بس كفايه ان انت تكتفي بتعلم التولز. للاسف لو انت ركزت على التولز بس وازاي تعمل داشبوردز، هتتحط قدام اي داتا سيت مرتبطه بدومين من اللي احنا شرحناهم اللي فاتوا، هتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه بالظبط. مش عارف تطلع كويستشنز من الداتا، مش عارف تحل مشاكل. هتلاقي نفسك مجرد بتطبق خطوات اتعلمتها، آه، ومش عارف ان انت تطلع فاليو من الداتا اللي قدامك وتحولها لانفورميشن. طيب ايه الفرق ما بين الداتا والانفورميشن؟ الداتا هي حاجه unstructured، ما تقدرش تستخدمها في ان انت تطلع انسايتس عن المؤسسه. ولكن انت عن طريق تحليل البيانات بتعمل لها كليننج وبتجهزها وتعمل لها بروسيسنج، وتطلع فاريبلز جديده منها، وتحلل وتعمل فيجواليزيشن وتعمل شغل كتير جدا عشان تحول الداتا دي لانفورميشن. يعني ايه انفورميشن؟ يعني انسايتس بتديك معلومات مهمه عن شغلك في المؤسسه، او مبيعاتك، او الكامبينز اللي انت عملتها، او اي حاجه متعلقه بالبيزنس بتاعك. خلاص، او حتى في دراستك لو انت شغال في الاكاديميك ريسيرش وجمعت داتا من اكسبيرمنتس مثلا، بيديك انسايتس عن الاكسبيرمنتس دي والارقام دي معناها ايه. هي دي معنى كلمه انفورميشن وانسايتس. خلاص. طيب، للاسف معظم الناس لما بتتعلم تحليل البيانات بتتعلم من اول هنا لحد الاخر، في حين ان احنا عندنا الجزء ده مهم جدا جدا، اللي هو البروبلم ستيتمنت. انا ازاي قبل ما ابتدي اجمع الداتا بتاعتي، ازاي اسال الاسئله الصح اللي على اساسها هعرف اجمع الداتا بطريقه معينه، وابتدي اول مرحله وهي الجذب. خلاص. طب يعني ايه بروبلم ستيتمنت؟ يعني مثلا على سبيل المثال،
انت عندك في الشركه المبيعات قلت، خلاص. هل دي مش دي مشكله يا جماعه؟ يعني المبيعات ان هي تقل، مش دي مشكله؟ طيب ازاي ابتدي احل المشكله دي او اقترح حلول للمشكله دي بناء على الداتا اللي عندي او الداتا اللي انا هجمعها لو انا اوريدي ما عنديش داتا؟ خلاص. طيب خلينا كده مبدئيا نقول ان المشكله دي اقدر اعبر عن المشكله بثلاث طرق مختلفه. اما ان انا اقول جمله ستيتمنت زي الجمله اللي انا قلتها كده ان المبيعات قلت، خلاص. فانا كده قلت جمله خبريه، خلاص، ما فيهاش ولا سؤال ولا افتراض ولا اي حاجه. اقول ان المبيعات قلت. انا بقى لاحظت الكلام ده عن طريق داتا قديمه او لاحظته عن طريق كده العين المجرده والاحساس. خلاص، انا شايف ان العملاء عندي مش كتير والمبيعات مره واحده حصل لها دروب. طيب يجي بعد كده واحد موجود في نفس الشركه يقول والله الريتنشن ريت او البيرشيسنج فريكونسي هو السبب في نقص المبيعات. دي بتتحول من مجرد ستيتمنت او جمله لافتراضيه، هايبوثيسيس، خلاص. ودور محلل البيانات ان هو يقول او يعمل تيست للهايبوثيسيس دي ويقول هل فعلا نقص الريتنشن ريت او ان العملاء مش بيجوا مره تانية، هل هو ده السبب الرئيسي في نقص المبيعات ولا في سبب تاني جوهري في نقص المبيعات؟ خلاص، يبقى هو هيقول عن طريق تحليل البيانات، تمام، الافتراضيه دي صح ولا غلط. خلاص، ولو صح خلاص يبقى احنا كده الافتراضيه صح، وبناء عليه هنتخذ اجراءات معينه. فنحط مثلا خطه ازاي نخلي العميل لما يجي لنا يشتري مننا تاني وتالت ورابع وهكذا. خلاص. طب لو غلط هنبتدي نشوف افتراضيه تانيه ونشتغل عليها ونشوف هل فعلا صح ولا غلط. تمام كده. مثلا ممكن نقول ان خدمه العملاء هي السبب في نقص المبيعات ونبتدي نعمل لها تيستنج وهكذا. خلاص. وفي بقى نوع ثالث من البروبلم ستيتمنت اللي هي الكويستشن، اللي هو السؤال. تمام. زي مثلا ان انا اقول ايه متوسط عدد المرات اللي بيشتري مني كل عميل خلال الشهر. ده كده سؤال ولا منه ستيتمنت ولا منه هايبوثيسز، وينفع بروبلم يجاوب عليها محلل البيانات عن طريق ان هو يشوف كل شهر العملاء اللي بيجوا لنا وبيشتروا مننا قد ايه، وعدد اليونيك كاستمرز، تمام كده، وعدد البيرشيسز، ويقسم دي على دي. طبعا في متريكس خاصه بالموضوع ده، حاجه اسمها البيرشيسنج فريكونسي والريتنشن ريت وهكذا. تمام. فده كويستشن يجاوب عليه محلل البيانات. فانت لازم تحط انا مش شرط ان انا يبقى عندي بروبلم ستيتمنت واحده بالمناسبه. انا ممكن يكون عندي خمس ست سبع 10 بروبلم ستيتمنتس، وانا دوري كمحلل بيانات ان انا اجاوب عليه. خلاص. لحد هنا يا جماعه الموضوع مفهوم؟ يا ريت بقى تتفاعلوا معايا، ولو في اي سؤال انا معاك. ردوا معايا كده عشان ايه؟ عشان اتاكد بس ان الصوت تمام والسكرين تمام. السلام عليكم. الصوت تمام. هو بس الافتراضية اللي انت بتعملها بتتأكد ازاي ان الافتراضية تبقى صح او غلط؟ ده بقى جزء مهم جدا في رحله تحليل البيانات اسمها الهايبوثيسيس تيستنج. وفي نوع من انواع الهايبوثيسيس تيستنج اسمه الاي بي تيستنج. الاي بي تيست ده شغل بقى فيه statistics شويه، فيه احصاء. خلاص. وبالمناسبه انت بتعرف هي الافتراضيه دي صح ولا غلط بالارقام، مش مجرد بالاحساس او مجرد حاجه كواليتيتيف، لا. دي ليها معادلات معينه. تمام. طبعا ده يعني جزء كبير من، بس طبعا جزء ادفانسد من كورس تحليل البيانات. تمام. بتتعلم فيه ازاي تطلع قيم معينه، وعلى اساسها القيم دي لو زادت عن رقم معين بتبقى الافتراضيه دي صح، لو قلت عن رقم معين بتبقى الافتراضيه دي غلط. وفي الاحصاء مفيش حاجه اسمها صح وغلط. في الاحصاء في حاجه اسمها صح نسبيا وغلط نسبيا، صح بنسبه كام في الميه وغلط بنسبه كام في الميه. لكن الصح المطلق والغلط المطلق في الاحصاء مفيش. الاي اي بقى يزود احتماليه او بيقلل احتماليه الخطا في الارقام اللي بنطلعها.
يعني قبل الاي اي لو انا اقول لك مثلا ان الافتراضيه دي بنسبه 80% صح، خلاص ما اقدرش اقول اكتر من 80%، لان انا عندي ايرور مارجن معين ما اقدرش اتخطاه. طب لو انا استخدمت الاي اي في ان انا بريدكت حاجه زي كده، تمام، انا ممكن اوصل للاحتماليه تكون 90 95%، ونسبه الاكيورسي تكون عاليه في القرار اللي انا هاخده. خلاص، مفهومه يا باشمهندس؟ تمام، الله ينور يا هندسة. وعليك يا باشمهندس. طيب ندخل بقى في المرحله اللي بعدها. طبعا السيشن دي ساعه، فعلى قد ما نقدر ايه يعني هنحاول ان احنا نمر سريعا لحد ما نوصل لنهايه المحاضره ان شاء الله، ولو في اي استفسار انا معاكم باذن الله بعد كده. تاني خطوه مهمه جدا اسمها الداتا رانجلينج. الداتا رانجلينج دي بقى بتتلخص في جمع الداتا. الله، طب وانا افرض انا الداتا دي انا كداتا اناليست جايه لي جاهزه. خلاص، جايه لك جاهزه، يبقى لازم تتعامل معاها في حدود الاكيورسي بتاعتها. ولو مش هتنفع معاك او هي هتكون غير كافيه لاجابه البروبلم ستيتمنت، ساعتها لازم تلجا ان انت تطلب داتا جاذرنج تاني او تجمع داتا بالطريقه الصح زي ما انت عايز. لو الوقت بالنسبه لك يسمح، الوقت اللي محطوط لك التايم تيبل اللي انت تخلص فيها التاسك يسمح ان انت تجمع داتا من اول وجديد. طيب تجميع الداتا ده يعني ازاي؟ يعني هل في ناس فاكره ان موضوع تجميع الداتا ده مجرد اكسل شيت احنا بنملاه مثلا؟ حد كده يقول لي مثال عن طريقه من طرق الداتا جاذرنج. مين يقول لي يا شباب؟ هو أنا ما أعرفش الصراحة، بس في حاجة في دماغي مثلا يعني. مثلا لو في شركة فأنت هتتابع مثلا عدد السنوات اللي هي بدأت الاشتراك منها، أو إنها تبدأ مبيعات منها، وتشوف بقى الريت بيعلى ولا بيقل، وتقيس على على مثلا بقى هم زودوا مثلا اوبشنز جديدة، أو زودوا منتجات أكتر، أو حاجة زي كده مثلا. تمام، كويس. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الداتا جاذرنج، يعني الطريقه اللي هنجمع بيها الداتا. هل مثلا تقصد ان في سيستم معين المبيعات بتدخل عليه كداتا انتري؟ هل ده اللي تقصده؟ اه مثلا. بالظبط. وانت بقى جبت لنا الحته متقدمه شويه، هو بس الباد بيعلق فانا هفصله تمام كده. داتا جاذرنج قلنا مثلا السي ار ام سيستم. يعني ايه سي ار ام سيستم؟ الموضوع يعني طبعا انت الالفاظ والمسميات وكده ما تتخضش منها، هي حاجه اسمها كاستمر ريليشن شيب مانجمنت سيستم. بس ده انت ممكن تلاقيه في اماكن عاديه جدا. يعني انت ممكن تروح صيدليه، تمام، تلاقيه انت بتقول له اسم دواء، فهو بيشوف في السيستم اللي عنده على الكمبيوتر بدل ما بيقعد يدور كده في الفاترين، صح؟ فهو بيشوف ده موجود على السيستم ولا لا. ولو انت اشتريت المنتج ده هو بيدخل على السيستم عمليه الشراء دي. خلاص. فدي طريقه من طرق تجميع البيانات، اللي هو السيستم العادي جدا اللي ممكن تلاقيه في اي مكان في الدنيا، زي الصيدليه، زي الشركات اللي عندها منتجات بتبيع، تمام، زي العيادات لما يجي يسجلك كزائر او كعميل عند الدكتور، بيسجل بياناتك خلاص في السي ار ام سيستم ده ويجمعهم. ودي بتكون اكتر كفءا من الاكسل شيتس مثلا. طيب ايه تاني غير الاكسل شيتس وغير السي ار ام سيستمز؟ عندنا طبعا المشهوره جوجل فورم. ان انت مثلا ممكن تبعت جوجل فورم لمجموعه من الناس وتخليهم يملوها ويعملوا سبميت، زي بالظبط جوجل فورم اللي احنا بعتناها لكم عشان تعملوا تسجيل للسيشنز. مش دي داتا جاذرنج؟ تمام. طيب ايه تاني؟ ممكن الباحث مثلا في الجامعه اللي بيعمل تجارب او كده يقدر ان هو يعمل تجارب ويطلع منها نتائج، والنتائج دي تقدر ان هي تتلخص في مجموعه من الداتا، سواء بقى هيعمل لها اكسبورت كريبورت مثلا سي اس في او اكسل شيت او بي دي اف او الى اخره. بالمناسبه مش شرط الداتا دي تكون حاجه مجدوله، ممكن تكون مقالات مكتوبه، ممكن تكون ارقام، ممكن تكون رموز، ممكن تكون اي حاجه. وانت بقى دورك كمحلل بيانات تعمل لها بروسيسنج على حسب الداتا تايب اللي قدامك. عندك برضو
ان انت تسحب داتا من سيستم معين اونلاين. يعني ده مش عارف انتوا سمعتوا عن حاجه زي كده ولا لا. بس مثلا انت ممكن تسحب مثلا داتا من موقع معين فيه جدول، فتسحب منه الجدول ده على اكسل شيت. ودي حاجه كده معروفه اسمها اي بي اي. اللي حضر منكم السيشن بتاعت الباك اند، باشمهندس احمد حلمي اتكلم عنها، يعني اتكلم عن الطريقه دي في جمع الداتا من الويب سايتس. اي داتا بتجمعها من الويب سايتس خلاص، وبتحولها مثلا لشيت او بتحولها لاي ريدابل داتا تايب خلاص. فانت كده بتعمل بتستخدم حاجه اسمها اي بي اي، وده يعني جزء من ادوار محلل البيانات، وهي الويب سكرابنج خلاص. طيب، عارفين برضو يا جماعه المشمهندسين اللي هنا، عارفين الانترنت اوف ثينجز او الاي او تي سيستمز، زي مثلا انظمه الري او اي سنسورز تكون موجوده مثلا في العربيه او اي مكان. السنسورز دي بتقرا مثلا حراره، بتقرا ضغط، بتقرا مش عارف ايه. كل الكلام ده دي مجموعه من الداتا، والداتا دي احنا بنحللها. والاي اي بيستخدم بشكل واسع جدا فيها، ان هو بيقعد يحلل القراءات اللي طالعه من السنسورز عشان يقول لك ان في مشكله ما ممكن تحصل، او ان انا هتحكم في ميه الري في وقت معين لازم اقللها او لازم ازودها خلاص. فكل الكلام ده برضو من طرق الداتا جاذرينج. جميل جدا. طيب الخطوه اللي بعدها خلاص، الخطوه اللي بعدها هي الاسسمنت. ان انا بعد ما جمعت الداتا دي ببتدي ان انا اقيمها خلاص. طيب، اقيم الداتا دي على اساس ايه؟ انت دلوقتي قدامك جدول خلاص. ايه الحاجه اللي انت ممكن تقيم على اساسها الداتا دي؟ حد كده ممكن يقول لي اي اقتراح ازاي اقيم الداتا اللي قدامي؟ مم. على حسب مثلا الأهمية. يعني مثلا لو أنت بتبيع مش عارف مثلا حاجة للبشرة، فأنت مهتم بالداتا اللي هي بتاعة البشرة والزيت والكلام ده، فحد كتب لك مثلا إيه آه، بيحب حاجة معينة، فدي مش هتفرق معاك، فأنت على أساس الأهمية مثلا. بص، انا عارف فاهم قصدك اللي انت بتقوله. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان انت تقول هل الداتا دي مناسبه لان انا اجاوب على البروبلم ستيتمنت اللي عندي ولا لا. لو فرحتي عندي داتا كتير جدا خلاص، عندي داتا بتاعت مبيعات ال 10 سنين فاتوا، تمام. ولكن اجي ابص في الداتا الاقيها مش هعرف استخدمها لان انا احل المشكله بتاعتي خلاص. هنا دي عقليه محلل البيانات. انت مش بتقعد تعمل داشبوردز وخلاص، تمام. انت لازم تسال نفسك الداتا دي مناسبه لان انا، او كافيه ان انا اجاوب على السؤال او احل المشكله اللي موجوده عندي في المؤسسه اللي انا شغال فيها او اللي انا شغال ليها الشغل، تمام ولا لا. ودي اول حاجه، من اول طريقه من طرق الاسسمنت. لازم تقول هل هي مناسبه للغرض اللي انا عايزها فيه ولا لا. طيب، لو هي مش مناسبه بتبتدي ترجع تاني لمرحله الجزم لو الوقت يسمح خلاص. طب لو هي مناسبه، او هي تقدر تقول ان هي مش مناسبه بس انت هتعرف تتعامل معاها، بتبتدي تخش في مرحله الكليننج خلاص. ولكن قبل ما تخش في مرحله الكليننج في كرايتيريا تانية بتقيم على اساسها الداتا، زي الكواليتي. ايه كميه التايبو اللي موجوده؟ ايه كميه الميسنج فاليوز اللي موجوده؟ يعني مثلا هل انا عندي داتا ناقصه خلاص. طب الداتا الناقصه دي هل هتاثر على اجابتي للسؤال او حلي للمشكله الاساسيه ولا لا؟ خلاص. طيب، هل في عندي كونسيستنسي في جمع الداتا؟ يعني انا مثلا لو عندي مجموعه من المنتجات، وفلان جه اشترى مثلا قهوه، واحد قمت انا كاتب المنتج قهوه، ومره تانيه كاتبها مثلا ايه، قهوه تركي خلاص. طب هل انا هعرف اتراك كام واحد اشترى مني قهوه خلال الشهر لو مفيش كونسيستنسي في ادخال البيانات؟ مره دخلها قهوه ومره دخلها قهوه تركي خلاص. هنا مفيش كونسيستنسي، فلازم برضو اقيم الداتا من حيث الكونسيستنسي بتاعتي. آه، تاني حاجه برضو اللي بعد كده التايم اوف ريكوردز.
يعني التوقيت بتاع جمع الداتا دي، الداتا دي اتجمعت امتى؟ ما انت ما تجيش انا كداتا اناليست تقول لي قيم لي المبيعات في الوقت الحالي، والداتا اللي عندك تمام اتدخلت من 5 6 سنين، مفيش داتا جديده خلاص. فازاي هتطلب مني اقيم لك الوضع الحالي وانت ما عندكش داتا للوقت الحالي؟ تمام كده. طيب، كل دي طرق مهمه جدا من طرق الداتا اسسمنت، واللي لازم امشي فيها واحده واحده قبل ما ابتدي اعمل كليننج. خلاص. طب هل الداتا دي فيها لوجيك ولا فيها حاجات مش لوجيك؟ يعني ايه لوجيك ومش لوجيك؟ يعني هل مثلا ينفع يكون بجمع اطوال او اوزان ناس بالسالب؟ فدي كده قيم مش لوجيك. تمام. طيب هل ينفع يكون طول واحد مثلا 30 متر؟ مستحيل. خلاص. هل ينفع عدد الناس اللي حضرت السيشن النهارده يكون 10 ونص؟ ما ينفعش، حاجات كلها ضد المنطق. تمام. فكل الكلام ده انا ببتدي اقيمه، لسه بقى هعلمه. بعد ما اقيمه بقول انا المشاكل اللي عندي في الداتا 1 2 3 4، وببتدي اعمل كليننج ل 1 2 3 4. خلاص. طيب، ازاي اعمل كليننج؟ ازاي اعمل داتا كليننج؟ تمام. حد يقول لي كده، هل مثلا انت مثلا جمعت بيانات في اكسل شيت قبل كده واضطريت ان انت تعمل لها كليننج او تنظيف بطريقه معينه؟ خلاص. تخيل مثلا كده لو جيت لقيت واحد من المسجلين في السيشنز دي مسجل نفسه مرتين. لو كل واحد فيكم سجل نفسه مرتين، الاكسل شيت اللي عندي هيبقى معبر عن عدد الناس اللي مسجلين، ولا لازم اشيل الدبليكيشنز اللي داخله؟ مهم جدا ان انا اعمل كليننج، ان انا اشيل الدبليكيشنز، ان انا اشوف الميسنج فاليوز واحاول املاها او اشيلها خالص من الداتا عشان ما تعمليش مشاكل. تمام. فطبعا الداتا كليننج دي من الحاجات اللي هتضمن لي بعد كده دقه القرار اللي هاخده، او دقه البروسيسنج والانتربريتيشن بتاع الداتا اللي انا شغال عليها عشان احولها لانفورميشن. لو ما عملتش كليننج صح هتطلع انسايتس غلط، وبناء عليه قرارات غلط ممكن تعمل مشاكل في الشركه اللي انت بتعمل لها الشغل ده. خلاص. طيب، قبل ما ندخل في الداتا اكسبلوريشن، حد عنده اي سؤال؟ طيب، يعني ايه داتا اكسبلوريشن؟ بعد ما خدت الداتا جمعتها وقيمتها وطلعت المشاكل اللي فيها، وبدات ان انا اعالج المشاكل دي عن طريق ان انا بنظف الداتا. خلاص. دلوقتي الداتا بقت جاهزه ان انا ابتدي اتعامل معاها، استكشفها. استكشف يعني ايه؟ استكشف الداتا يعني ابتدي اطلع بقى معلومات من الجداول اللي قدامي دي. ومش بالضروره تكون جداول، احنا عندنا انواع الداتا كتير جدا. خلاص. الداتا دي ممكن تكون ارقام، ممكن تكون نيوميريكال، ممكن تكون كاتيجوريكال. يعني ايه نيوميريكال ويعني ايه كاتيجوريكال؟ خلاص. لو انا دلوقتي قلت مثلا احنا متوسط اعمارنا مثلا 24، تمام، فدي داتا نيوميريكال. لو انا جيت دلوقتي وقلت ان احنا 30% مننا ذكور والباقي ناس، كده انا مفيش ارقام، كده انا بصنف، يبقى اسمها داتا كاتيجوريكال. تمام كده. طيب، مهم جدا تصنيف الداتا دي عشان بعد كده تعرف، لان كل نوعيه من انواع الداتا هتعمل لها فيجواليزيشن بطريقه معينه. هنفهم يعني ايه فيجواليزيشن كمان شويه. خلاص. طيب، هل لو انا قلت عدد الناس اللي حضر السيشن 10، خلاص كده، ايه نوع الداتا النيوميريكال دي؟ هل هي كونتينيوس ولا ديسكريت؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ هل حد يقدر يقول لي عدد الناس اللي حاضره السيشن دي لو هو 10، هل نوعيه الداتا دي كونتينيوس ولا ديسكريت؟ يعني ايه كونتينيوس ويعني ايه ديسكريت؟ عارفين خط الاعداد اللي خدناه في ابتدائي؟ لو انت الداتا عندك تقدر تحط اي نقطه على خط الاعداد ده تبقى كونتينيوس.
يعني هل ينفع اقول ان احنا اللي حاضرين 10 ونص؟ ما ينفعش، في حين ان 10 ونص دي موجوده على خط الاعداد. فدي داتا مش كونتينوس، دي ديسكريت. لكن لو قلنا ان متوسط اوزان الناس اللي موجوده مثلا 70 كيلو، او 70 و3 من 10، او 70 و53 من 100، كل ده ينفع. فدي بالنسبه لي داتا كونتينوس، اقدر احطها على اي نقطه من خط الاعداد، من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. تمام. حلو قوي. طيب، طب هل ده التصنيف الوحيد للداتا؟ لا، ده في تصنيفات كتيره جدا جدا، ودي بقى عايزه لها بقى محاضره لوحدها. خلاص. ايه هي كل تصنيفات الداتا وانواع الداتا، وازاي الداتا دي ممكن تبقى صوره او فيديو، وازاي الكمبيوتر بيقدر يقراها كصوره او فيديو او اوديو. تمام. او رقم او تكست، كل الكلام ده هنبتدي ان احنا طبعا ايه عايز له ايه محاضره تفصيليه عن انواع الداتا وازاي نتعامل مع كل نوع منها. خلاص. طيب، نيجي للمرحله اللي بعدها اللي هو السمري statistics. وهنا بقى لازم انت كمحلل بيانات لازم يعني تتعلم احصاء، او على الاقل مبادئ الاحصاء، لان دي مهمه جدا جدا عشان تبتدي تفهم الداتا. من غير احصاء او statistics مش هتقدر تفهم الداتا اللي معاك بتقول ايه. خلاص، مش هتقدر تطلع انسايتس منها. خلاص كده. يعني ايه statistics اصلا؟ ببساطه يعني احنا مش عايزين نختزل الموضوع، بس ببساطه شديده يعني لو انت قلت ايه زي ما احنا بنقول كده متوسط اعمار الناس، متوسط اوزان الناس، فانت كده جبت حاجه وصفت الداتا. خلاص، عن طريق كرايتيريا معينه. خلاص. المتوسط ده فيه حاجات غيره كتير، في المينيمم، في الماكسيمم، في الستاندرد ديفيشن والفارينس، وكل الحاجات دي هتبتدي ان انت تتعلمها في مبادئ علم الاستاتستكس. تمام كده. سواء كان الاستاتستكس دي كواليتيتيف او كوانتيتيف. يعني ايه كواليتيتيف او كوانتيتيف؟ كواليتيتيف يعني بتبتدي ان انت توصف بس الداتا، تقول مثلا ان عدد الميلز اكتر من عدد الفيميلز في المحاضره. خلاص، ده كده انت بتوصف. لكن لو انت بقى عايز تبقى محدد تقول لي 40% من اللي حاضر المحاضره ميلز والباقي فيميلز، انت كده بدات ان انت تعمل كوانتيتيف اناليسيس. خلاص. فانت هنا بتبتدي تتكلم بقى بالاستاتستكس بالارقام. كل ده هتتعلمه بالتفصيل ان شاء الله. المرحله اللي بعدها هي الفيتشر انجينيرنج. وهنا بقى بيجي دور السلايد الكبير اللي هو بيخض ده، اللي في الجدول الكبير اللي في الاول، اللي هو الدومين المرتبط بالداتا اناليسيس، اللي لازم يبقى عندك خبره فيه او معلومات كافيه فيه عشان تقدر تحلل البيانات المتعلقه بيه. يعني مثلا، هل محلل البيانات يقدر يعرف ايه هي الميتريكس او الفاريبلز بتاعت الفاينانس مثلا؟ خلاص. الا لو هو مثلا درس محاسبه. لو هو درس محاسبه هيعرف يطلع فاريبلز وميتريكس غير الداتا اللي موجوده عنده. تمام. بيقدر يستخلصها من الداتا. هنا بقى هندسه، هنا بقى المرحله دي بيبان بقى الواحد بيبقى مهندس بدماغ المهندس، يقدر ان هو يركب فاريبل على فاريبل، ويجمع فاريبل زائد فاريبل، ويقسمهم على فاريبل ثالث، ويضرب في 100. تمام. بيطلع فاريبلز وميتريكس اللي احنا بنسميها الميتريكس. مترك هي حاجه زي كانك بالظبط كده ايه، مثلا ضربت الوزن في الطول. تمام كده، وطلعت فاريبل ثالث خالص غير الوزن والطول. خلاص. فانت هنا طلعت مترك جديده، المترك دي ممكن تبقى معبره اكتر من الفاريبلز اللي موجوده عندك في الداتا اللي قدامك. خلاص. ازاي نعمل فيتشر انجينيرنج وفاريبل ترانسفورميشن ونطلع المترك على حسب الدومين او البيزنس اللي انا بشتغل عليه، سواء كان سيلز ولا ماركتنج ولا فاينانس ولا هيلث كير ولا كل الكلام ده. خلاص. هنا بقى ده موضوع كبير بتيجي تعلمه بالتفصيل في برضه ايه يعني مجموعه من المحاضرات خاصه بالفيتشر انجينيرنج. تمام كده. طيب، من الفيتشرز بقى اللي انت طلعتها من الداتا دي، بتبتدي تخش بقى ايه بتستخلص كونكلوجنز، يعني بتلخص بقى الموضوع اللي عندك ده بناء على المشكله، بناء على المشكله اللي انت بداتها. خلاص كده، المشكله اللي عندك بدات تلاقي سبب ليها. خلاص. فبتبتدي ان انت تطلع انسايتس.
والله انا في المرحله دي اكتشفت فعلا ان معظم العملاء بيجوا لنا مره واحده بس. فاذا الهايبوثيسز او الافتراضيه اللي بتقول ان الريتنشن ريت هو السبب، خلاص افتراضيه صحيحه بنسبه كذا. تمام. ببتدي ان انا اطلع الانسايتس دي، ولو انا كمان عندي دخلت بقى في دومين الداتا ساينتست ببتدي اعمل بريدكشن، وبناء عليها بدي القرارات. البريدكشنز دي ممكن تكون بريدكشنز توصيفيه، يعني انا بقول لو خدنا القرار ده المبيعات هتزيد، بس ما بقولش هتزيد كام في المية. مين اللي يقول كام في المية؟ الداتا ساينتست اللي هو بيستخدم الاي اي في ان هو بيتوقع حاجة في المستقبل، بيتوقع ارقام في المستقبل. المبيعات هتزيد بنسبة 30%، الريتنشن ريت هيزيد من 1 ل 4. خلاص. كل الكلام ده لما انا بعرضه على الستيك هولدرز او مدير الشركة او اللي مكلفني بالمهمة دي، خلاص كده بيبتدي ان هو ياخد قرارات على اساس الشغل اللي انا عملته. وهي دي اخر مرحله من مراحل الكونكلوجنز اللي هي الديسيجن ميكنج. خلاص. طب كل الكلام ده انا بعرضه لهم ازاي؟ دي بقى مرحله الريبورتنج. يا اما سلايد ديك زي اللي انا بشرح عليها دلوقتي، يا اما نوت بوك، ودي هتعرف ازاي تتعامل معاها زي جافيتر نوت بوك. ودي مهمه جدا لما تيجي تتعلم بايثون وبروجرامنج وكده، تقدر ان انت تدخل الكود مع الريبورت اللي انت بتعرض عليه عشان يبقى الموضوع فيه ايه، في توازن ما بين الكود اللي انت عامله وما بين الكلام اللي انت عايز تشرحه. فبتبتدي ان انت تدمج ما بين الكلام اللي هتكتبه في التقرير وما بين الكود اللي انت عامله عشان تحل المشكله. والداشبوردز طبعا اللي احنا بنشوفها كتير بتتعمل بباور بي اي، وبتتعمل كمان برضو بباكج اسمها ستريملت في بايثون، وبتتعمل برضو بالاكسل. كل التولز دي وتابلو كل الكلام ده بيعمل داشبوردز. بيبتدي بقى ايه، تلاقي حاجات انتر اكتف، بتلاقي ان انت لما تدوس مثلا على البار ده والفلتر ده يغير لك كل التشارتس على اساس الفلتر اللي انت طبقته. تمام. ودي اللي احنا بنشوفها وبنتعلمها كتير في معظم كورسات تحليل البيانات يعني. خلاص. طيب، قبل ما ندخل بقى في الكيس ستادي، يعني احنا دلوقتي هنعدي على كيس ستادي سريعه جدا، ودي حقيقيه انا مش هقول تفاصيل كتير فيها، ولكن هي فعلا عملت تغيير ايجابي في مبيعات بتاعه شركه ما. خلاص. ولكن خليني اقول لك كده على طريقه من طرق التفكير في المشكله اللي عندنا، ودي بقى عقليه حلال المشاكل. هي دي لازم يكون الداتا اناليست ده بيعرف ازاي يحل المشكله. خلاص. في استراتيجيز كتير تقدر تشوف فيها المشكله دي سببها ايه. خلاص. اولا المشكله دي ممكن تبقى حاجه جنرال زي مثلا ان المبيعات قلت. خلاص. طيب، في طريقه من طرق التعامل مع المشكله دي اسمها روت كوز اناليسيس. الروت كوز اناليسيس دي ان انا اعرف السبب الجذري بتاع المشكله. يعني مثلا المبيعات قلت، لازم تسال ليه. كل ما هنسال سؤال هتقول لي ليه لحد ما توصل لاجابه، ما ينفعش بعدها اقول لك ليه. هو ده الروت كوز اناليسيس. هنقول مثال صغير كده. المبيعات بتاعتنا قلت ليه؟ هيقوم واحد طالع كده ايه، آه يعني قايل سبب ممكن يكون صح. يقول مثلا ان العملاء مش مبسوطين. هل ده سبب جذري؟ ده مش سبب جذري. فانت هتضطر تقول له مش مبسوطين ليه. هيقول لك مثلا ان خدمة العملاء في المكان مش احسن حاجة او مش كويسة. طب هل ده سبب جذري؟ ليه خدمة العملاء مش كويسة في المكان؟ خلاص. هبتدي اقول لك والله الست اللي بتستقبل العملاء بتتعارك مع جوزها معظم الوقت، وبتطلع قرفها على الزباين. اه. هنا انا وصلت ل... ل... لسبب جذري. ده بقى اللي بنسميه الروت كوز. خلاص. السبب الجذري ان هي الموظفه دي هي السبب في عدم رضاء العملاء عن المنتج بتاعي او عن الخدمه اللي انا بقدمها. خلاص. فبناء عليه انا باخد قرار. القرار بقى اللي هو ايه؟ شوف بقى تحاول بقى تمشيها وتجيب حد تاني احسن، او اللي انت تعمل لها انذار او تطلقها من جوزها، او تعمل اي حاجه بيها ان انت ايه، تحل المشكله اللي عندك في البيزنس دي وتخلي العملاء بدل ما هم بيجوا
يزهقوا من الخدمه اللي بتقدمها او المنتج بتاعك، يبتدي ان هم يبقوا مبسوطين. تمام كده. وده هنا دي استراتيجي اسمها روت كوز اناليسيس. في الجزء بتاع البروبلم سولفنج، لا انت هتتعلم يعني استراتيجيز اكتر من كده، زي ماكنزي وزي حاجات كتير تقدر تتعامل فيها مع المشكله، وازاي تطلع عليها اجابه عن طريق تحليل البيانات. خلاص. حد شاف المسلسل ده؟ ده مسلسل يعني بيحكي قصه، يعني من اوقع القصص اللي ممكن يعني توضح معاناة بتوع المبيعات. يعني أي حد بيشتغل مبيعات وشاف المسلسل ده هيعرف قد إيه الناس دي بتعاني. فدي كانت أنا كان نفسي يكون حد شافه يعني، بس أنا واضح إن أنا الوحيد اللي شفته. دي كانت خناقة، دي طبعا شركة عقارية. كانت خناقة ما بين الست اللي على الشمال دي بتاعت الماركتينج، والبيزنس ديفلوبر اللي على اليمين. هو طبعا بيتهمها ان المبيعات قلت بسبب ان هي ما بتعملش كامبينز حلوه، او الكامبينز الكواليتي بتاعتها واقعه. تمام. وهي بتتهمه وبتقول له انت كبزنس ديفلوبر لا انتوا غلطانين، عشان انتوا ما بتجيبلوناش بروجكتس كتير، واحنا اصلا البروجكت الوحيد اللي معانا احنا في اخر مرحله ليه، فمش عايزين نصرف كتير في الماركتنج واحنا في المرحله الاخيره. خلاص. فالراجل الغلبان اللي في النص ده اللي هو ايه، ده مدير السيلز ده، راح قايل لهم ايه، قايل لهم يا جماعه ولا انت غلطان ولا انت غلطانه. راح قايل هايبوثيسز، قال انا اللي التيم السيلز عندي واقع، انا هشد عليهم واحاول اجيب لهم واحد او اتنين، تمام كده، يساعدوهم، اللي هو بقى ابن خالد النبوي والبت اللي كانت طالعه معاه. خلاص. فهو الراجل هنا ايه، طلع افتراضيه وقعد جربها لمده 6 شهور، والست شهور ده هو ده اسم المسلسل. ال6 شهور دول هي المده الزمنيه اللي بيتست فيها الهايبوثيسز، عشان يعرف هي فعلا المؤثره في انخفاض المبيعات ولا لا. خلاص كده. طيب احنا عملنا نفس الكلام بس بهايبوثيسز مختلفه ليها علاقه بتكرار عمليات الشراء لكل عميل لشركه ما. خلاص. كانوا بيشتكوا ان المبيعات قلت، وعايزين يعرفوا ايه المشكله وايه الحل لحاجه زي كده يعني. خاصه ان هم عملوا استشاره لحد فاهم في البيزنس او حد كونسلتنت يعني، وما لقاش اي مشاكل في الماركتنج كامبينز اللي بتتعمل ولا حتى الكاستمر سيرفيس اللي هم بيردوا على الناس في الرسائل في الكامبينز. يعني العملاء بتيجي مفيش مشكله، ولكن هم مش عارفين ايه سبب في انخفاض المبيعات يعني. خلاص. فاحنا بدانا اول حاجه ان احنا نوصف المشكله، ان على الرغم من الكونتينوس اوبريشنز والكاستمر اكتيفيتي اللي عندنا، ولكن المكان لمده 12 شهر تقريبا ما كانش بيحقق بروفيت. خلاص. او المبيعات فيه ما كانتش كبيره بالنسبه للمصاريف هي الاوبريشنال كوست. خلاص. هل احنا هندخل من البروبلم ستيتمنت على الداتا جاذرنج؟ لا. الناس دي اوريدي عندهم داتا، والداتا دي متجمعه في اكسل شيت غلبان كده اللي انتوا شايفينه ده. خلاص. بدأ بقى محلل البيانات ان هو ايه، يبص في الداتا اللي قدامه، فلقى فيها مشاكل كتير. اول مشكله اول مشكله لقاها ان العميل مش مرتبط باي دي. يعني ايه العميل مش مرتبط باي دي؟ يعني النهارده لو جالي عميل اسمه احمد محمد، خلاص، العميل ده اتسجل في السيستم، تمام كده، جه كمان 3 ايام العميل ده جالي تاني، تمام، لما جالي تاني انا سجلته احمد محمد حسن. خلاص. احنا قلنا ان دي مشكله متعلقه بالكواليتي بتاعت الداتا، ان انا ما عنديش كونسيستنسي. مره نفس الشخص اتسجل احمد محمد، والمره الثانيه اتسجل احمد محمد حسن. لكن لو انا من البدايه مديله اي دي، الاي دي ده مثلا رقم 1 2 3، خلاص، وجيت كتبت اسمه بطريقه مختلفه، فانا عندي الاي دي هيكون حاجه معبره عن العميل ده، واقدر ان انا اتراك العميل ده بيجي لي كام مره في الشهر، صح ولا لا؟ خلاص. فدي كانت اول مشكله، ان احنا ما عندناش اي دي لكل عميل. المشكله الثانيه ان انا عدد البرودكتس اللي عندي اقصى حاجه 3، في حين ان ممكن العميل ده ياخد اكتر من 3 4 5 مشاريب. تمام. فبالتالي انا عندي هنا الداتا مش سكيلابل. يعني ايه مش سكيلابل؟
يعني ما اقدرش اعمل لها سكيلينج وازود فيها، يعني بقف عند 3 مشاريب، ولو خد منتج رابع انا مش بقدر اسجله. تمام. طيب الداتا كوليكشن عامه بقى، اخر حاجه في الاسسمنت ان احنا بنقول ان الداتا دي بتجيت جاذرد مانيولي. خلاص، بتتجمع بطريقه مانيوال وطريقه بدائيه جدا، ومش ستراكشرد، يعني مش منظمه. تمام، مش كونسيستنت. خلاص. القهوه هتلاقيها مره مكتوبه قهوه شرطه نسكافيه، ومره تانيه مكتوبه قهوه. تمام. فكل الكلام ده بيعمل مشاكل في الداتا، وانا حتى مش هقدر احسب اي متريكس متعلقه بالمبيعات عندي عشان اعرف فين المشكله. خلاص. طيب زي ما حصل في المسلسل ده، والراجل قال ان سبب المشاكل اللي بتحصل كان تيم المبيعات عنده قصور. خلاص. فالراجل الداتا اناليست قال لك والله انا هقترح او هفترض افتراضيه ان السبب في قله المبيعات هي ان العميل ما بيشتريش مني كذا مره، بيجي لي مره وما بيجيليش تاني. بدأ الراجل يستخدم الروت كوز اناليسيس. تمام. اول حاجه قال لك ان مفيش بروفيت. تمام. ليه مفيش بروفيت؟ عشان انا عندي possible low retention rate. خلاص. طيب ليه انا مش قادر احسب الريتنشن ريت؟ ليه بتقول لي possible؟ ليه ما بتقوليش low retention rate؟ لان انا مش قادر احسبه. خلاص. عايزين بريك عشان الصلاه يا جماعه. اه يا ريت عشان ننزل نصلي بس. السيشن اللي بعديها 5:15. والله. اه اه. طيب ممكن بس تدوني 10 دقايق بالظبط اخلص السيشن دي، وبعد كده نصلي ونستفاد بالبريك اللي هو من 5 ل 5 وربع في الصلاة. خلاص انا ان شاء الله هخلص بسرعة، اقل من 10 دقايق وهخلص. تمام. طيب. تمام يا جماعة. تمام، بس انا قدامي 5 دقايق وهنزل للاسف. طيب مفيش مشكلة، هحاول اخلص بسرعة. خلاص. طيب بعد ما قلنا ليه البوسيبل ريتنشن ريت قليل، لان انا اصلا مش قادر احسبه. خلاص. طب انا ليه مش قادر احسبه؟ عشان الكاستمر بيهيفير نوت تراكت، ملهوش اي دي عشان اقدر اتراكه. خلاص. طب ليه مش قادر اتراكه؟ خلاص كده عشان مفيش اي دي لكل عميل. طب ليه مفيش اي دي لكل عميل؟ عشان الداتا كولكشن اصلا مانيوال وبايظ ومنيل 60. خلاص. يبقى انا كده حطيت ايدي على المشكله، وقررت ان انا اجمع الداتا بطريقه مختلفه، بدل ما هي على اكسل شيت جربت سي ار ام اسمه هاب سبوت، وبدات ان انا اجمع الداتا بطريقه افضل. خلاص كده كل عميل يجي لي اكتب اسمه بالكامل ورقم تليفونه وياخد اي دي اوتوماتيك. وكل ما حد العميل ده يجي لي بيتسجل زياره معينه بالتاريخ والتوقيت. خلاص كده. وعندي برودكت ليست بقى، كل برودكت برضه ليه اي دي. وبدات ان انا اربط الداتا ببعضيها، بحيث ان كل زياره تجيلي مرتبطه بعميل ومرتبطه باتليست 1 ايتم او 1 برودكت. خلاص. وبدانا نطبق الموضوع ده برضه لمده 6 شهور، عشان احسب خلال ال6 شهور دول الريتنشن تايم عامل ازاي، او البيرشيسنج فريكونسي عامل ازاي. خلاص. وطلعنا بقى خلال ال6 شهور جدولين، جدول للزيارات وجدول للعملاء، وكل عميل باين قدامه ان هو جالنا اول مره امتى، وعدد المرات اللي جالنا فيها امتى. خلاص. بناء عليه عملنا داتا اكسبلوريشن، واكتشفنا ان خلال ال6 شهور دول فعلا معظم الناس زي ما انتم شايفين بيجوا مره واحده بس، والباقي كله من مرتين واكتر. خلاص. طيب هل يبقى انا كده عندي مشكله في البيرشيسنج فريكونسي؟ انا عايز اخلي العميل اللي يجي لي مره تانيه. بدانا نحط استراتيجيز. تمام كده، وتحسينات واوفرز وعروض وكلام من كده، بحيث ان احنا نخلي العميل يبقى ايه، عايز يبرشس مره تانيه. تمام. وبناء عليه الاختبار، لقينا ان عدد الناس اللي جم اكتر من مره طبعا اقل من اللي جم مره واحده بس، والفرق ما بينهم كبير، وعدد اصلا البرشز قليل. بعد ما طبقنا الاستراتيجي اللي احنا اقترحناها، خلاص، لقينا مش بس ان المبيعات زادت، يعني بصوا حتى عدد الكاستمرز جم اكتر من ال6 شهور الاولانيين في ال6 شهور التانيين. تمام كده. ولكن الفرق كمان ما بين
ما بين اللي جه مره واللي جه اكتر من مره قل. كان الناس تقريبا بيجوا مره واحده وما بيجوش تاني. انما في الست شهور اللي بعد ما طبقنا فيها الاستراتيجي بتاعتنا، لا خليناها 53%. ايوه طبعا لسه النسبه كبيره، وعايزين نسبه اقل من الناس دي تيجي مره واحده وبس، ولكن احنا بدانا نشوف سبب من الاسباب بتاعت المشكله. خلاص. ونبتدي بقى نلعب على فاكتورز تانية بقى، نبتدي بقى نعمل بيرفورمانس ماركتنج، ونبتدي نشوف بقى البرايسنج بتاعنا عامل ازاي، ونبتدي نشوف بقى كل المشاكل المتعلقه بالبيزنس واحده واحده. خلاص. فده مثال بسيط جدا بيقول لك ازاي تحليل البيانات عندك ممكن فعلا يأثر على السيلز والارقام والبيزنس، وتقدر ان انت تبقى شخص محوري في اي شركه واي وظيفه تكون فيها. انا خلصت. لو حد عنده اي سؤال قبل ما ناخد البريك. شكرا يا هندسة.